الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده وصفه الدولشي فيليتشي بطريقه سهله خالص. انا هقول بسم الله على طول في الوصفه. عندي هنا طاسه او حله على النار، هحط فيها نص كيلو لبن. احنا هنبتدي بوصفه الصوص الاول. عليها كوبايه وربع سكر، ونص معلقه بيكنج صودا اللي هو الكربوناتو، ومعلقه كبيره فانيليا. وهدي عليهم النار لمده ساعه، وهفضل اقلب فيها، والريمه اللي هتطلع هشيلها اول باول. وعلى بال الصوص ما يجهز معايا نجهز لخطوه الرز بلبن. في طاسه على النار هحط نص فنجان رز مغسول ومنقوع لمده ربع ساعه، عليهم فصين مستكه، وهحط حوالي فنجانين ميه واسيبهم يغلوا مع بعض لحد الرز عندي ما يستوي. الصوص ابتدى يغلي معايا، هبتدي اشيل الريم اول باول، هو ده اللي انا بقول لكم عليه، وهسيبه على نار هاديه لمده ساعه. ده شكله بعد مرور تلت ساعه، وكنت كل من وقت للتاني اشيل الريم بتاعه، هو ابتدى لونه يتغير معايا. هسيبه بقى زي ما قلت لكم كده ساعه لحد ما يتقل معايا. الرز عندي كده استوى، هبتدي بقى انزل باللبن، وكمان انزل بالسكر. طبعا السكر حسب الرغبه، يعني كوبايه سكر، نص كوبايه سكر، اللي يريحكم. الخطوه دي اختياريه. عندي هنا معلقتين كبار لبن نيدو بودره، وكمان عليهم معلقه كبيره كريم شانتيه خام، وهنا نص كوبايه لبن وعليها معلقه نشا. هدوبهم كده في قلب بعض، دي بتعزز لي النكهه وبتخلي القوام كريمي جدا، بس هدوبه كويس قبل ما انزله على الرز. ابتدي بقى افضيه بسم الله، اقلب فيه عشان ما يحصلش فيه اي تكتلات. قبل ما اطفي عليه هحط كده باكت باودر فانيليا او سايله المتاح. خطوه الفانيليا بحطها دايما في الاخر علشان تفضل محتفظه بريحتها وتعزز لي النكهه وتبقى اقوى. هو خلاص كده فاضل ياخد غلوه واحده وهطفي عليه. انا كده خلاص هطفي عليه، وابتدي بقى افضيه في القوالب او في الطاجن اللي انا هحطه في التقديم. وصوص الدولشي فيليتشي او مربى الحليب ابتدت كمان تاخد معايا لون اغمق، والصوص كمان ابتدى يبقى اسمك ويتقل، هو لسه شويه كمان كده. هي استوت معايا بعد مرور ساعه كامله بالظبط، قوامها تقل وكمان لونها غمق معايا. عايزه اقول لكم مجرد ما انتوا بتطفوا عليها وتبرد وتشيلوها في التلاجة بتاخد القوام الكريمي اللي انتوا معتادين عليه. هي كده جهزت معايا خلاص، هطفي النار بقى. بعد انا ما فضيت الرز بلبن في الطاجن، عندي هنا كيكه فانيليا، اي نوع كيكه عندك جاهزه او اللي انت بتعمليها. وكمان كنت مجهزه كريم شانتيه، طبعا طريقته سهله جدا. نص كوبايه كريم شانتيه خام، عليها نص كوبايه سكر بودره، وكمان كوبايه ميه ساقعه او لبن ساقع، وتضربيهم لحد ما يبقوا قوامهم كده. انا حطيت طبقه الكيكه وطبقه الكريمه. اخر حاجه بقى هحطها الصوص بتاع مربى اللبن. كده تكون خلصت معايا. عايزه اقول لكم بجد طعمها مجرم، اتمنى ان انتوا تجربوها، ويا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا رايكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديده.